اول حاجه في الخامات هي النابكنز، دي كانت الاصل اللي هي المناديل اللي بتبقى بتاعه اعياد الميلاد العاديه خالص. تاني نوع هو الورق اللي بيجي شبه القماش، بيكون طبقه واحده بس. الطبقه دي ملهاش حاجه بنشيلها، هي الطبقه بس المرسومه. ده ممكن يكون مش متوفر في كل البلاد، بس هو متوفر في مصر. وانا هكتب لكم الصفحات اللي بتقدروا تجيبوا منها الورق ده، بيكون تقدروا تطبعوه باشكال اللي انتوا عايزينها، بالمقاس اللي انتوا عايزينه. ثالث نوع من الاوراق هي الورق الابيض العادي، بس مطبوع طباعه ليزر. ونراعي واحنا بنختار صوره عشان نطبعها ان احنا نخليها صوره طبيعيه باينه ان هي رسمه، عشان الديكوباج اصلا هو ان انا عايزه ابان كاني رسمه اللوحه دي، بس انا في الحقيقه مش رسمها كلها، انا حاطه ورقه ولزقاها ومكمله حواليها بالوان وباشكال تبين ان هي مرسومه. ميزه الورق ده انك انت بتجيبي صوره من على بنترست تكون جودتها كويسه، تبعتيها للمطبعه وتقولي طبعها بالمقاس الفلاني على قد القطعه بتاعتك. وحتى هنعمل تابلو صينيه بورقه كامله من مطبوعه على قد الصينيه، وبحطها ومش بتعب خالص، وبتطلع نتيجه تحفه في اقل من ساعه. رابع نوع هو ورق الزبده، هو الورق الغذائي اللي احنا بنستخدمه علشان نعمل كيك نفسه، هو بالظبط بيطبعوا عليه. وهكون سايبه لكم روابط لصفحات بتعمل ده في مصر وبره مصر، تقدروا تدوروا عليه، او حتى مش لازم تتعبوا نفسكم. عندكم الورق الابيض ده مش هيأثر معانا في اي حاجه، بالعكس هو اسهل وما بيتقطعش والوانه ثابته وممتاز.